السلام عليكم حبايبي. مش كل الناس بتحب السمان. انا هعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه والريحه والطعم تحفه. تعالوا بقى معايا نشوف المكونات والطريقه ايه. معايا السمان سايبه عليه الحنفيه اهو، وغسلاه كويس قوي، وبعدين هصفيه قبل ما احطه في محلول النقع. معايا بوله فيها ميه، ومعايا ملح وسكر ودقيق. واقلبه، وبعدين اجيب السمان احطه واسيبه بقى لمدة نص ساعة عشان يشد الزفارة كلها. خلاص بعد ساعة من النقع بصوا المية غيرت ازاي. المية بالدقيق بالملح بالسكر شدت كل الزفارة اهو. شايفين يا حبايبي اهي. يلا بقى نحطه بقى تحت الحنفية، نبتدي نشطفه كويس قوي، وبعدين نصفيه. بشرت بصلاية وملح وفلفل وجنزبيل. خلاص حبايبي هخلطهم على بعض. وهنا غسلت السمان وصفيته قوي. همسك بقى البصلايه بعد ما ادعكها كويس قوي، هروح حطاه دعكاها بقى بالسمان تحت الجلد وجوه بطنها وكله. تبلت بقى السمان كويس قوي من جوه وبين اللحم وفي الزور وفي كل حته. خلاص اهو هسيبه بقى 10 دقايق قبال ما اعمل الرز اللي هحشي بيه. معانا الرز اهو 3/4 سوا، مقطعين عليه الكبد والقلوب والقوانص اهو. حطينا عليه ملح وفلفل، بصلايه مبشوره، بس انا بهويه يبرد وبعدين نبتدي نحشي. المفروض ما نحشيش يا جماعه الحمام او السمان او الفراخ برز سخن، لازم يبرد. خلاص يتهوى وبعدين احشيه. خلاص حشيت السمان اهو ما شاء الله، والميه بتغلي على النار. يلا بقى نحط لها التوابل ونحط الخضار بتاعنا وبعدين نحط السمان. يلا معايا نشتغل فيه على طول. بعد ما حطينا الخضار معانا ملح اهو، ملح وفلفل وجنزبيل ورق لوري حبهان. خلاص حبايبي، ومكعب مرقه للي حابب، احنا بس حاطينها عشان تعزز الطعم. وبعدين هنحط السمان بتاعنا. كده الريحة بقت تحفة من قبل ما يتسلق. ريحة الحبهان مع ورق اللوري مع الخضار. هنسيبه بقى يستوي وبعدين نرجع له بعد نص ساعة. كده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهاردة. عملنا السمان بطريقة سهلة وبسيطة والريحة والطعم تحفة، وعملنا جنبيه كشك. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم منها كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. سلام عليكم.